السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم بيجيلي عن السوق المحلي المصري، وانا عارف قبل ما ابتدي الفيديو ده ان انا هيجيلي وجع الدماغ من وراه وربنا يستر، ولكن هي كلمة حق. السوق المحلي المصري، لو انا عايز افتح شركة ترجمة، لو انا صاحب شركة ترجمة، لو انا مترجم هيستهدف السوق المحلي المصري، الثلاث نقط دول نقولهم تاني: صاحب شركة ترجمة هتفتح شركة ترجمة، انت مترجم هتشتغل في السوق المحلي المصري. ايه اللي للسوق ده وايه اللي على السوق ده، وهل هو يستحق ان انا ابذل جهد واتعب علشان خاطر اعمل في مصر قاعدة عملاء محترمين ولا لا؟ وهل فكرة المترجمين يقول لك اصل انا اشتغل في مصر الاول وبعدين ابتدي ابص على العميل اللي بره مصر بقى الفريلانس والكلام ده كله، هل الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش؟ كل ده جاوبه لك ان شاء الله تعالى في حلقة النهارده. بنكرر سلامنا مرة تانية، بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية، وكلام مفتوح عن السوق المحلي المصري. الكلام يعني ايه، مش مترتب له سكريبت قوي، لكن انا هحكي لك واقع الخبرة واقع التجربة. يا رب يكون ريفرنس او يكون يعني فيديو فيه افادة ليك باذن الله تعالى. طيب، انا عايز اكلمك في السوق ده من نقطتين او ثلاثة. النقطة الاولى، تعال نتكلم مع بعض من ناحية الأسعار. تيجي تقول لي ناس كتيرة بتبعت لي برضو طب معدل الأسعار في السوق المحلي المصري إيه؟ أطلب كام؟ أعمل إيه؟ طيب بص، هذا السوق لا يخضع لأي معيار بخصوص التقييم أو بخصوص التسويق أو بخصوص التسعير، عشان نبقى متفقين. بمعنى، تعال النهاردة يقول لي العميل الفلاني طالب والله مني شغل. طيب تمام، على عيني وعلى راسي. طب بكام يا سيدي؟ يقول لك والله قول لي انت سعرك. طب تروح تسال مترجم خبره، واحد يقول لك قرش، واحد يقول لك قرشين، واحد يقول لك 10 قروش. انا بقول لك زي ما تتفق، بس المهم تكون راضي عن السعر اللي انت هتاخده، لان مفيش يعني لستة نقدر نقيم منها، او في رينج نقول لك مثلا والله مش اقل منه ولكن يزيد عنه والكلام ده. لا، مفيش الكلام ده في السوق المحلي. فاللي انت تعرف تتفاوض عليه ويكون مرضي بالنسبه لك تفاوض عليه. دي نقطه. طيب النقطة التانية، هتقولي ما انا خايف الزبون يطفش، ما انا خايف العميل يمشي. هقول لك خلي بالك، العميل المصري الا من رحم ربي، مع كامل الاحترام للشركات المحترمة والكيانات المحترمة، العميل المصري الا من رحم ربي هو برايس بيزد، وحد مركز جدا 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 على السعر. هو عايز كواليتي كويسة وكل حاجة، لكن هو في اعتباره في المقام الاول التسعير. فبالتالي حاول ان انت تساله البادجت بتاعتك ايه، طب دنيتك ايه، طب نتفاوض، طب نوصل الموضوع ليه ارضيه وسط. والله انا باخد 6 قروش، انت عايز المشروع ب3 نوصل ل4. الكلام ده كله اخد ورد، اخد وعطا. اتعلم دايما حته النيجوشيشن، ويا ريت بجد تذاكرها لان هي مهمه جدا جدا في السوق المحلي. فلا ترتضي برقم بخس يعسفك وانت شغال، تحس ان انت جاي على نفسك وكاره عيشتك، خاصه ان العميل مش هيبقى الطف حاجه. العميل ده مش الطف حاجه، عميل تعديلاته كتيره، متطلباته كتيره، مشاكله كتيره، حواراته اكتر. انا بكلمك بصراحه يعني، وانا شخصيا كنت بتعامل مع شركات مصريه، وهقول لك تجربتي الشخصيه كمان في السوق ده عامله ازاي في نهايه الفيديو. لكن انا بقول لك كل ده هتحطه في الاعتبار وانت بتحط سعر وانت بتشتغل. فبالتالي لو انت مش راضي انت هتتعب جدا جدا جدا. بكرر مرة تانية مع كامل الاحترام للناس اللي هي بتتعامل بشكل بروفيشنال جدا في السوق ده، ولكن ده السمت او الطبيعة الغالبة على السوق المحلي. في نقطة كمان عايزك تفرق ما بينها في السوق المحلي: الدايركت والاندايركت. الدايركت كلاينت او الاندايركت كلاينت اللي هو العميل المباشر، اللي هو زي انت بتتعامل مثلا مع دار نشر كبيرة، مع شركة مثلا اتصالات كبيرة، شركة بترول كبيرة. ده سيناريو وده نظام. وفي شركات ترجمة، لو انت راجل مترجم بتاخد اوت سورس، يعني لو انت راجل فاتح شركة مش هتاخد شغل من مترجم، يعني ممكن تاخد شغل من شركة ترجمة اكبر منك. لكن في نهاية الامر احنا عندنا فئتين: فئة شركات الترجمة ممكن نشتغل معاها، والفئة التانية زي ما بقول لك شركات العملاقة، بقول شركات البترول والاتصالات والكلام ده كله. طيب شركات الترجمة انا في رأيي الشخصي اهدى شوية في التعامل. يعني ايه اللي هو كلاينت فاهم، فبالتالي هيبقى في حاجه اسمها كواليتي بروسيس. ده المفروض يعني ان هو مثلا انت يا ريت ترجع في النقطه دي للفيديو اللي انا عملته من اسبوع او اسبوعين عن اهم 10 شركات ترجمه. الفيديو ده هيفيدك جدا انك تعرف الشركات دي تحديدا، وتعرف الشركات الكويسه وتتعامل معاها. طيب
الدايركت كلاينت، الدايركت كلاينت اللي هو زي ما قلت لك دور النشر العملاقه وشركات البترول هتطلب منك شويه ورق، بس استيفاء ورق ان انت مترجم والكلام ده كله، صوره من حسابك البنكي والكلام ده كله. مش هتوجع دماغك قوي في بروسيس كتيره، لكن هيوجع دماغك في حاجات تانية هقولها لك بعدين يعني. شركات الترجمه طبعا هي فاهمين ان انت مترجم، انت بتتعامل بالسي في، بتعمل تيست، عديت التيست بتشتغل، الدنيا بتمشي. وفي كواليتي بروسيس بنقدر نقيم من خلالها، في مزوره بنقدر نشوف من خلالها الدنيا ماشيه ازاي. شركات الترجمه ليها تسعير للمترجمين بتوعها، او في رينج للاسعار بتتعامل بيه مع المترجمين. ما زاد مش هتاخده، وما قل ممكن تاخده من اسعار المترجمين. فحبيت بس يعني امنشن لك النقطه دي بشكل سريع علشان تبقى فاهم الفرق ما بين العملاء وانت بتتعامل. طيب لو انت شركه ترجمه بقى، شركه ترجمه وهتاخد شغل من الشركات اللي هي زي دور النشر والكلام ده كله، وضعها ايه؟ ورق بقى، ورق الاستيفاءات بتاعه الضرايب، وورقك بشكل قانوني والكلام ده. كل ما يخص الاوراق القانونيه اللي انت بتتعامل بيها في مصر هتقدمها في الكيانات دي. تقول لي طيب انا هشتغل مع شركه ستارت اب بيزنس لسه بيبتدي ومفيش ورق. اقول لك يا سيدي، ويا رب ما اكونش غلطان في القول الكريم، ان يعني في ما معناه ان اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، صح؟ يعني دي ابسط حاجه، لازم يكون في عقد، عقد شريعه المتعاقدين. لو لا قدر الله حصل في الامور امور هنخش في حسبه بيرما كبيره قوي، ولكن يشترط ان يكون في عقد وفي ورق رايح جاي، خاصه مع الناس اللي بتيجي تقول لك انا عايز اشتغل معاك واحنا شركه لسه بتطلع، او انت حد بيقول لك انا عايز اخد منك شغل، وانت ما بتصدق ان ده عميل، فبتقوم جاري عليه وبتتفق وبتاع، وبعدين يعني ربنا يسهل بعد كده بقى في التحصيل والسداد والفواتير والكلام ده كله. انا اللي عايز اوصله لك زي ما شرحت لك كده فكره التسعير ماشيه ازاي. المخاطره في السوق المحلي المصري عاليه، مخاطره مش قليله، بمعنى ان انت النهارده معرض ان لو انت اشتغلت مع كيان محترم كويس ثقه، لا قدر الله يحصل تاخير في الفلوس تحت اي سبب من الاسباب، الظروف القاهره كتير، الظروف الملخبطه كتير، ممكن يحصل ان انت بتتعامل مع اداره. دي حصلت معايا، اداره بالكامل فوجئت ان معظمها مشي، والمعظم اللي مشي انا كنت بتعامل معاه. فوالله شيكاتنا وقفت، احوالنا وقفت، دنيتنا ما اتحركتش. ليه؟ علشان في ناس حلت محل الموظفين القدام وما يعرفوش حاجه عن الاتفاقات اللي اتعملت قبل كده. ده امر وارد انه يحصل، عشان كده بقول لك ده من قبيل التجارب. طبعا سيبك من كم الاوراق اللي ممكن يطلب منك، كم التعديلات اللي ممكن يطلب منك علشان خاطر تنفذه او تعمله ليه المشروع، خاصة ان العميل بقى فاهم التعديلات دي كلها بقى مجانا، يعني انا بعدل بقى وفي عميل تاني مثلا زي ما قلت لك، خاصة فئة الستارت ابس بالذات، يقول لك ايه لا والله ده يعني ايه الكواليتي مش كويسة. طب حكمت بناء على ايه ان الكواليتي، على ايه ان الكواليتي مش كويسة؟ يقول لك والله انا بنت اختي في الثانوية العامة ذاكرت انجليزي وخدت قطعتين ترجمة ترجمتهم، فلما بصت كده قالت لي والله يا خالد الترجمة دي شكلها على جوجل. يعني هتلاقي ان الفئات دي كتير قوي. القصد ان مشكلة السوق بشكل عام تسعير، مفيش ضوابط، المخاطر عالية جدا من ناحية المتغيرات اللي احنا عايشينها كل يوم. تالت حاجة القيمة المالية أو القيم المالية لو اتأخرت فيها ضرر نظرا للظروف المادية اللي احنا بنمر بيها في مصر، بقى شي تعويم وشي مش عارف ايه والكلام ده كله. فهتبص تلاقي ان يعني انت النهارده لو ليك 1000 جنيه في شهر يناير، النهارده بقت ال1000 جنيه اللي ليك دي ما تجيبش حاجه يعتبر، يعني خلاص حتى لو خدتها يعني عادي مش هتفرق كتير. فالتأخيرات ده امر وارد، فيعني انخفاض قيمه العمله برضو بيأثر على الاتفاق. لكن تيجي تقول لي انا اهم نقطه في الكلام ده كله ايه، اقول لك الليجال بروسيس، ان انت يكون ما بينك وما بين العميل اللي قدامك عقد مشروط بشروط، لو اخل بيها او لو حصل اخلال من الطرف الثاني اللي هو العميل بتاعك بيها، يعاقب او يحاسب او تقدر تسأله. لكن مفيش عقود او مفيش ورق يكون فيه مساءلات او ان الدنيا ماشيه كده مراجيح، لا، ما انت بتعرض نفسك كمان مش لفقد قيمه اموالك لما تاخدها، ده انت بتعرض نفسك لفكره فقد اموالك، انه لو قال لك الترجمه مش عجباني او مفيش ضمان، فخلاص مفيش ضمان، شكرا، اللي يثبت حقك. فبالتالي زي ما بقول لك دي بالنسبه لي مخاطرات السوق المحلي اللي بقت موجوده، وبقى فيها الليله بقى فيها قلق كبير قوي بصراحه يعني.
طيب يعني ترشح العمل في السوق المحلي ولا لا؟ اقول لك ارشحه بضوابط. ضابط زي ما بقول لك ان انت ليك رينج اسعار انت ما بتتنازلش عنها تحت اي سقف. لو انت في تعديلات او التعديلات بتاعه العميل على عيننا وعلى راسنا، بس في نسب تعديلات معينه، تعديل مره اتنين التالت بفلوس، ولما تقول له بفلوس دي انا او انا بقول لك هو مش هيجي لك اصلا لما تقول له بفلوس. دي حاجه يفضل ويا ريت تاخد 50% من العقد بتاعك قبل ما تبتدي شغل. ده حاجه ضمان لحقوقك. ده رأيي يعني، ده لو انت عايز يعني تتحوط قدر الامكان، وربنا يرزقك كل خير في السوق المحلي المصري. طبعا الكلام ينطبق على غالبية السوق، انا بقولها عن طريق التجارب الخاصة بيا وتجارب ناس كتيرة، ولكن في ناس كتيرة برضو ليها تجارب اكيد محترمة، وانا ليا اكيد عملاء في مصر محترمين جدا 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 بصراحة. ولكن زي ما بقول لك ده يعني غالبية السوق مش الكل، ولكن بقول لك ده نظامه لو انت حبيت تتعامل فيه بشكل عام، بس عشان اكون امين معاك في حاجه زي كده. طيب تقول لي بقى انا والله فريلانسر وعايز اتمرن واتعلم في السوق المصري عشان اطلع للسوق العالمي بقى واشتغل بقى بره مصر. اقول لك ملهاش دعوه خالص، ما فيش اي يعني. انت هتتمرن في ايه؟ اللي انا حكيته لك ده حاجه تتمرن فيها اطلاقا يعني. انت بتتمرمط فيها مش بتتمرن فيها عشان تبقى عارف يعني. لكن لو انت عايز تشتغل فعلا فريلانسر مع شركات ترجمه اجنبيه، لازم دلوقتي تبتدي تفهم الكونسبت، هم عايزين ايه، احتياجاتهم ايه. لان حتى احتياجات العميل الاجنبي مختلفه تماما عن العميل المحلي. تمام، الكلام ده هنقوله في فيديو منفصل طبعا. لكن ده احتياجات وده احتياجات، ده نظام عمل وده نظام عمل، ده دنيا وده دنيا تانية خالص، ده كواليتي وده كواليتي تانية خالص. هي دي القصه ما فيها. فبالتالي يعني انت بتقارن ما بين الشرق والغرب وتقول انا عايز اروح للشرق اتعلم فيه عشان اروح للغرب، لا ده بروسيس تاني. لو انت فعلا عايز تبتدي تتعلم شغل فريلانس صح، ان شاء الله باذن الله هنعمل سلسله كامله عن الموضوع ده. يا ريت تتابعني في الحلقات اللي جايه علشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. سيب لي استفسارك في تعليق، وما تنسانيش بشير ولايك وسبسكرايب للقناه، شير على اوسع نطاق ان شاء الله عشان نوصل لاكبر عدد من المستفيدين باذن الله تعالى. يا رب تكون الحلقه كانت مفيده بالنسبه لك. شكرا جزيلا. محمد يوسف.